صباح الخير. صباح الخير. النهارده اليوم الرابع. قولوا لي بقى النهارده هتنظموا يومكم ازاي؟ انا عايزاكم تتفاعلوا معايا وتكتبوا لي بتنظموا يومكم ازاي علشان احنا نتعلم من بعض. فالنهارده انا صحيت الساعه 5 الحمد لله، صلينا الفجر وهنعمل فطار وهنعمل القهوه ونروح نصلي الضحى. نبتدي يومنا بقى واحنا رايقين كده، غذينا الروح بالصلاة ونغذي الجسد بالاكل والقهوة عشان افوق معاكم. فيلا بينا بقى نروح نعملها ونشوف هنجدول بقية اليوم ازاي. احب اقول لكم بقى ان انتوا وحشتوني من امبارح والله. يلا بينا. ودلوقتي بقى انا قررت اسال شات جي بي تي علشان يجيب لي كل الوصفات بتاعه الحواوشي. تعالوا نساله مع بعض. عاوزه كل وصفات الحواوشي باللحمة المفرومة. اوكي، هنشوف هو هيقول لنا كام وصفة وهنختار اي وصفة فيهم وهنعملها مع بعض. الحواوشي الاسكندراني فيه عيش بلدي، ماشي. اخلطي كل مكونات الحشوة. طيب تعالوا نختار مع بعض ونجهز الحاجات اللي هنستخدمها في الوصفة علشان هعمل لكم الوصفة بالتفاصيل ونجربها مع بعض. يلا بينا. هو طالب مننا عيش بلدي ونص كيلو لحمه مفرومه وبصله مفرومه، حبه فلفل اخضر مفروم، قرن فلفل حار. انا موقفه الشطه، انا مش هنعمل كده عشان انا موقفه الشطه، انا واخده قرار ان اوقف الشطه لان الدكتوره قالت لي لازم توقفي الشطه عشان انا مبهدله نفسي ومبهدله وشي بسبب الشطه، فللاسف مش هحط شطه. معلقه كبيره بقدونس مفروم، ملح، فلفل اسود، بهارات لحمه، شطه، قرفه حسب الرغبه، سمنه او زيت للدهن. اوكي جاهزين نجهز الحاجه؟ يلا بينا. بقول لكم ايه، انا اكتشفت ان في حاجات ناقصه عندي، استنى ما اكلم مامتي اشوفها تحت تجيب لنا الحاجه معاها ثواني. ما هو احنا لو نركز ونفكر في كل حاجه عشان نجيبها مره واحده، انما مفيش بقى الكلام ده، اجيب حاجه وانسى حاجه، اجيب حاجه وانسى حاجه. يا رب تكون تحت. الاستعانه بصديق. انا صاحبتي جايه تفطر معايا ف هتصل بيها. شفتوا انتوا حاجه؟ حاسه ان انا رخمه قوي، يعني هي جايه تفطر معايا هقول لها تجيب الحاجات وهي جايه، بس عادي عادي مش مشكله، احنا اصحاب برضه. تفتكروا انا صح ولا غلط؟ هتصل بيها تجيب لي حاجات وهي جايه. انت قادره تدمع نفسها. اظن انت هين عليكي يغمى عليكي دلوقتي وحد يجي يشيلك، صح؟ والله العظيم ايه ده يا نهار اسود. طب بعد ما نعدي الموقف الصعب ده ممكن اطلب منك طلب رخم؟ قول. انا في حاجات ناقصاني في الحواوشي فممكن تجيبها لي وانت جايه؟ ايه اللي ناقص؟ عايزه فلفل اخضر وبقدونس. طب انا لاقي لك حاجه خضار فاتح دلوقتي. عارفه هتلاقي فين؟ عند الفرن بتاع 5. هتبقى اساءة ادب مني لو رحتي هناك كده. ايه الفرن بتاع 5 ده فين؟ اللي انا عارفه اعرف. طيب ابقى ارن عليك اقول. خلاص ماشي. ماشي. اوكي اي لاف يو. ثاني بقى. الله يا اختي عندي الموقف اللي انا فيه ده وابقى اشوفك انتوا فين دلوقتي. عشان انا اصلا مخي انت اصلا مش مستوعبه انت بتكلمي مين، انا عارفه. يا نهار قهوه الحمد لله. طب خليني معاكي على التليفون عقبال ما تعدي الموقف ده. لا ما مشي خلاص. طب الحمد لله. بس هتبقى تعبه جدا والله العظيم. جبانه، خليكي قويه زيي. انا جبانه مع 500 كلب معدي. واقفه معدي. تخيل انا مع القطط بقى. انت كلاب وانا قطط. ربنا يرحمنا يا بنتي والله. يا رب. ماشي. عايزه فلفل رومي. فلفل رومي وبقدونس. بقدونس هو بقى كاتب بقدونس، شات جي بي تي كاتب بقدونس. لا خلاص، اول ما اعرف ان الحواوشي بيتحط له بقدونس. ما احنا هنمشي ورا الوصفه وربنا يستر. ودلوقتي بقى هجرب انا وصاحبتي السمان، عاملاه لكم في فيديو تاني. استنوا الفيديو، استنوا التجربه وهيعجبنا ولا لا. هيا بنا الى العمل، تعالوا معايا يلا. ودلوقتي وصلنا الشغل، هنعمل الفورمه القمر دي واوريها لكم في الاخر خالص. جاهزين؟ يلا بينا.
دلوقتي بقى خلصنا الشغل وروحنا نتغدى علشان نشوف بقيه الحاجات اللي ورانا هنعمل فيها ايه. وقولوا لي بقى انتوا لغايه دلوقتي نظمتوا يومكم ازاي وبتنظموا يومكم ازاي، وما تكسلوش وتشجعوا، ما تبقوش متفرجين بس، خليكوا مشاركين كمان. قولوا لي بقى انتوا بتقضوا يومكم ازاي وبترتبوا يومكم ازاي، وايه هي اهدافكم، وناويين تعملوا ايه علشان تحققوا اهدافكم. مش شرط تقولوا اهدافكم، انا مش من انصار الناس اللي بيقولوا هما بيعملوا ايه وعلشان ايه. لا، انا من وجهة نظري كل واحد يبقى حاطط في عقله وفي باله هو عايز يعمل ايه ويجتهد ويشتغل على كده. مش لازم يعرف كل اللي حواليه، ومش مطلوب منه ان هو يبرر هو بيعمل ايه، ولا مطلوب منه ان هو يفهم الناس هو بيعمل ايه. مطلوب منه بس ان هو يجتهد ويشوف هو عايز يعمل ايه في حياته والمستقبله. لان الناس مش ضروري ابدا يعرفوا، علشان كل واحد هيحكم باللي جواه. ويعني ايه هيحكم باللي جواه؟ يعني على اساس ان البني ادم ده واعي وناضج كفايه علشان يفهم ان ممكن، سوري بقى على صوت العيل اللي حوالينا، بس انا واخداكم معايا في الشباك، احنا في البلكونه دلوقتي. المهم عشان ما اطولش عليكم، انا هعمل السلطه دلوقتي عشان هنتغدى، وبعد كده هنرجع بقى نشوف احنا ممكن نتعلم ايه النهارده مع بعض. يلا بينا على الجزء النهارده. وانا عملت ايه بقى النهارده قبل ما انام؟ المفروض ان كان في زياره مهمه جدا لرئيس فرنسا عندنا هنا في مصر. الزياره دي مهمه جدا، فحاولوا بقدر الامكان يبقى عندكم شويه معلومات في الاحداث المهمه اللي بتحصل في بلدكم، ايا كانت الدوله، ايا كان اللي بيتابعني من مصر من بره مصر، ايا كان دولتك ايه، فلازم تبقي مجمعه شويه معلومات حتى الخطوط العريضه عن الاحداث المهمه اللي في بلدك. لازم ثقافتك تزيد في كل الجوانب الحياتيه اللي حواليكي. ده لوحده كفيل انه يوسع تفكيرك، يخلي تفكيرك اعلى، يفتح افاق تاني مختلفه في عقلك. مش عارفه، انا بحس ان انا بكلمكم في اخر اليوم بعمق كده، وانا مش عايزه في قناه اليوميات اي عمق. المهم انا هقول لكم تصبحوا على خير، عشان لما بصحى الصبح بصحى في كامل الطاقه والحيويه بتاعتكم بتاعت متابعين اليوميات عاده. فخلينا بكره ان شاء الله هعمل لكم فيديو باذن الله مشيئه الرحمن اول ما اصحى، فيديو هيفيدكم، بس فيديو كله معلومات، مش في قناة اليوميات، في قناة المعلومات اللي هي بتاعت يلا نفكر مع اسماء حسين. بجهز لكم فيديو مهم جدا جدا جدا، هنبتدي بيه سلسلة فيديوهات بقى مفيدة. يعني هي ما بتعملش اي حاجة غير انها بتفيدنا. انا هنا يعني بحفزكم بحمسكم، وفي نص الفيديو تلاقوني بديكم معلومة كده ممكن في اطار مشهد مثلا او اقولها لكم في نص الفيديو، بس هناك ان شاء الله باذن الله هتبقى معلومات بطريقه مبسطه برضه عشان توصل لكم. اقول لكم بقى تصبحوا على خير، عشان حاسه انا طولت معاكم قوي النهارده. يا رب تكونوا مكملين معايا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو كان خفيف لطيف عليكم، ونبتدي بكره يوم جديد، يوم كله خير وتفاؤل وامل وسعاده وكل حاجه حلوه بمشيئه الرحمن. تصبحوا على خير، ويا رب احلام سعيده. باي باي.